السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه أحبابي الكرام؟ عساكم بخير. النهاردة جاي أتكلم عن موضوع ممكن يكون شائك شوية، أو مش عارف، في منكم اللي هيوافقني الرأي وفي منكم اللي هيختلف معايا، في منكم اللي هيشوف وجهة نظري سليمة، في منكم اللي هيقول لأ طب وأنا ذنبي إيه الكلام ده كله. بس خلينا نخش سريعا في الموضوع، لأن أنا اتسألت فيه وشفته في عقود وشفته في مشاكل، وبعد كده حصلت فيه مشكلة، خصوصا ان الموضوع ده حصل وبان قوي 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 في الفتره اللي ما بين 2021 لحد 2023، اللي هو حصل فيه اختلاف كبير جدا في التكلفه واسعار الخامات والانشاءات، وكان في اسعار بيع لشقق بسعر معين، وبقت كده سعرها مختلف جدا لدرجه ان في ناس كتير جدا استغربت من الامر دوت. وده نتيجه زي ما اتكلمنا قبل كده عن موضوع العقار ولا الدولار، واتناقشنا في موضوع الدولار وقيمه الجنيه اللي قلت وادت الى ذلك. طيب سريعا انا هتكلم عن ايه النهارده؟ انا هتكلم عن ايه الصح. هل لما اشتري شقه بسعر معين، هل ينفع الشركه تزود سعرها عليا بعد كده ولا لا؟ طيب خلينا ناخد الموضوع دوت برؤيه واضحه وباكتر من شكل وباكتر من نظام، بحيث ان انتوا تبقوا فاهمين انا اقصد ايه بالفيديو. في الاخر ليكوا الاحقيه تختلفوا معايا تتفقوا معايا، لكن في النهايه انا بحاول دايما حتى في العقود لما حد بيبعت لي وبيراجع معايا العقود من متابعيني، بلاقيني بستخدم موضوع وين وين. يعني ايه وين وين؟ يعني انك تكون عادل في الحالتين. يعني انا ما بحبش الشركه تاخد حق اللي بيشتري، لازم اللي بيشتري وحدته ياخد حقه كامل مكمل، ولازم يبقى في ضوابط في موضوع التسليم، ولازم يبقى في ضوابط في موضوع التشطيب، وحقك في كل شيء، واوراقك القانونيه والاقساط والرخصه والمخالفات، كل الكلام ده ما بهزرش فيه. والشركه طبعا تضمن حقها في استلام الفلوس واخدها، والضوابط اللي تهمها في حته ازاي تاخد فلوسها بدون اي تعثر من اللي بيشتري. فدايما بشتغل بنظام او باتجاه وين وين. طيب في مشكله شفتها، الا وهي ان انا لو اشتريت الشقه النهارده برقم، وليكن مثلا في 2021 كانت ب 7000 او ب 8000 جنيه المتر، وبعد كده في 2023 و2022 كانت كمان كده. في 2023 حصل فجوه جامده في السعر، زاد من 7 8000 جنيه المتر لحد 15 و16 و17. الناس بتشتري النهارده من اول 15 لحد 20000. ده في فرق 10000. هل فرق 10000 جنيه مكسب للشركات اللي بتبيع النهارده؟ نفس الشركات بتبيع في 23 بسعر، والسعر الثاني اللي كانت بتبيعه السنه اللي قبلها لا مش مكسب، دي تكاليف زادت عليهم واعباء زادت عليهم في الانشاءات. طيب في ناس بتقول ان طالما ان هو اتفقوا على سعر وكتبوا السعر ده في العقد، يبقى خلاص السعر دوت هم ملتزمين بيه وما ينفعش يغيروا سعرهم، وده انا متفق معاكم فيه. طيب اما بعد بقى، في شركات خسرت، في شركات اللي هي الشركات المحترمه الملتزمه ما رضيتش تعلي الاسعار على الناس والعملاء ومتابعينهم وفضلوا ملتزمين، لكنهم هل خسروا في المشاريع دي؟ خسروا. طيب هم بيحاولوا يعوضوا في المشاريع الجايه اكيد، وبيعلوا السعر، واحيانا ممكن يزودوا السعر شويه، تلاقي سعرهم عالي لانهم عايزين يلتزموا بحاجات معينه، وفي نفس الوقت بيراعوا او بيحاولوا ياخدوا بالهم من حته التضخم اللي حصلت بشكل رهيب دوت نتيجه ارتفاع التكاليف. طيب ايه وجهه نظري او ايه اللي انا جاي اتكلم عليه؟ انا اتكلم اللي سبق او اللي فات خلاص، اللي كتب عقد والتزم بيه بيلتزم بالموضوع. طب القادم اللي بيشتري، من وجهه نظري يعني العدل، اللي بيشتري انت بتدفع 25% مقدم، صح كده؟ وبتدفع او 30% وات ايفر، وبتقسط الباقي على 4-5 سنين. لو انت اشتريت بسعر النهارده وسعر ثابت والكلام دوت، خلاص السعر ده متثبت وما فيهوش اي نقاش. طيب اللي بيبيع لك بيبني لك بعد 3 سنين وبيقسط لك لمده 5 سنين. احسن حاجه، وانا شايف ان هي اعدل شيء والشيء العادل اللي ما بيزعلش حد، انك معاك الفلوس بتشتري شقتك كاش وبتخلص حاجتك في نفس سعر السوق. اليوم ده كان سعر المتر 7-8، ده رزقك خلصت كاش. سعر المتر 15-16، ده رزقك خلصت كاش. خدت فلوسك، حطيت فلوسك، خدت ورقك ملكيتك، كل ما يخصك حطيته وخدت حقك بمنتهى العدل، ومحدش يقدر يتكلم ولا يقول لك اي حاجه، ولا شركه ولا حد يجي يقول لك انا خسرت وما خسرتش، لانك اشتريت بما يرضي الله. طيب اشتريت بالقسط. انت النهارده وانت بتشتري بالقسط بتدفع 25% او 30% مقدم، واشتريت بسعر تثبيت معين. طب المتبقي، انا ليا وجهه نظر في الموضوع دوت، تختلفوا تتفقوا معايا، دي وجهه نظر.
انا ببقى شايف ان المتبقي وليكن 70% مثلا، دفعت 30% مقدم وباقي 70%، انت بتقسطه على سنين معينه. طول ما الاسعار موجوده وثابته وما فيهاش اي اختلاف والدنيا ماشيه واضحه ونسبه التضخم السنويه هي 10% فقط، فطول ما انت ماشي بسعر مترك الثابت، طول ما الشركه ما بتخسرش، طول ما هي حاطه الريسك بتاعها ومعدل التضخم الطبيعي اللي هو السنوي. طيب حصل اختلاف او ايرور بشكل رهيب جدا، بمعنى ان انت شارب 18 وهم حاطين تضخم بشكل معين، ان التكلفه سي مثلا 13 14 عليهم عشان انت بتقسط فبياخدوا الفلوس كذا، فحاطين نسبه مش عارف ايه الكلام دوت اللي هي فرق التضخم. لكن عند مرحله معينه وصلت التكلفه اصلا عدت السعر اللي انت شاري بيه، وده حصل في اسعار 22 و23. هل من العدل ان انت تقول لا انا واخد بنفس السعر فلازم اخد بنفس النظام، خصوصا اللي انت شاري قسط مش شاري كاش؟ ولا من العدل ان المتبقي، يعني اللي انت دفعته خلاص مالكش دعوه بيه، خلاص انت دفعته في الوقت اللي كان السعر فيه كذا، لكن المتبقي وليكن اخر سنتين او اخر 3 سنين وات ايفر متبقي عليك وليكن 50% 40%، هل من العدل ان السعر زاد بالشكل المعين دوت والشركه عايزه تسلمك وتديك المنتج بشكل بروفيشنال وبشكل محترم وحسب ما اتفقت عليك وتلتزم بيه، ان هي في الوقت دوت كمان تخسر؟ ولا على الاقل تديها الفلوس بنفس القيمه؟ يعني مش هقول لك بقى تديها الفلوس ازيد او اقل، لا بنفس قيمتها الحقيقيه. احنا مشكلتنا ان قيمه الجنيه بتقل فبنقيسها بالدولار، فقيمه الجنيه في الدولار في الوقت ده عامل ازاي؟ فهل من العدل الفلوس المتبقيه، خلينا نتكلم في النقطه دي، هل من العدل الفلوس المتبقيه 50 40% الشركه تخسر فيها وتبقى ملتزمه معاك؟ خصوصا ان هي الفلوس اللي خدتها منك في الاول في كتير بيقولوا تشغلها وتحركها وتعملها، الفلوس ديت هي اوريدي هتثبت لك سعرها بيها، واوريدي هتشتغل بيها، واوريدي هتكمل لك الامر بيها. طب المتبقيه وهي شغاله وهي بتبني وهي بتسلمك الحاجه، لان انت بتقسط على 5 سنين، واستحاله شركه تسلمك شقه الا لما تكون وصلتها من ثمنها من 65 ل 70% وانت بتستلم شقتك، لان هو مفيش حاجه منطقيه خالص في الشغل العقارات ان انت تستلم شقتك وانت دافع بس 5 و10 و15 و20%، الا طبعا الشركات المالتي ناشونال او الحاجات اللي خاصه بالدوله اللي هي بتبقى عامله فيها دعم وانت بتشتريها جاهزه اوريدي وبتدفع على سنين كتير، ودي بتبقى الدوله دعمها بالفعل. طيب وجهه نظري في الامر دوت ان هي الامر يدرس ايه هي العدل في امر زي دوت لو حصل فرق جاب كبير جدا في سعر المتر، وهل دوت يبقى على المتبقي ولا يبقى على ايه؟ وهل انا والله شفت عقد الناس كاتباه بالدولار، انا فوجئت لقيت حد باعت لي عقد ومكتوب بالدولار والمتوقع الاقساط بالدولار، بس ما اعرفش هل قانونا اصلا ان انت تكتب عقدك بالدولار ولا بالجنيه المصري، يعني دي انا مش عارف، اعتقد ان هي مش قانونيه يعني. لكن حاجات كتير انا طولت في الفيديو دوت، بس حاولت اتناقش واتكلم معاكم في اللي هيختلف معايا، ده موضوع للنقاش. قولوا لي وجهه نظركم، قولوا لي ايه الطرح، قولوا لي ايه الحل العادل للامر زي ده، خصوصا ان في شركات كتير جدا بيكلمني ناس متابعيني مش عايزين يسلموا الا لما يزودوا الناس 2000 و3000 و4000 جنيه في المتر. انا ما اعرفهمش ومش من ضمن الشركات اللي انا بنصح بيها ولا برشحها، لكن فوجئت بالامر دوت يعني. anyway ده موضوع للنقاش والطرح، يا ريت تتناقشوا معايا وتقولوا لي وجهه نظركم فيه. ختاما في نهايه كل فيديو دايما هذكر اخويا عبد الله، يا رب ما نساوش ابدا، يا رب يجعل الفيديو دوت في ميزان حسناته وميزان حسناتنا حين نلقى الله. يا ريت تدعوا له بالرحمه والمغفره، وهسيب لكم لينك فيديو انشوده برده كان انشدها في القناه بتاعته، حاولوا تبقوا تخشوا وتشوفوها، وربنا يتقبل عمله دوت ويجعله في ميزان حسناته في قبره. دمتم بخير، واخيرا لن انسى فلسطين واهل غزه، يا رب فرج كربهم وانهي هذه الغمه على خير. الوضع مأساوي وصعب، وفعلا لله الأمر من قبل ومن بعد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. دمتم بخير، وأي حد محتاج مني أي نصيحة في أي وقت يرجع لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.